كتير صدق جون تولي لما قال الميركاتو قفل يا عيني، وكانوا فاكرين ان خلاص مفيش حاجه، ولكن الشغل شغال. وحتى بعد ما الميركاتو قفل واضح ان لسه يعني الكلام على فيليب اندرسون. هنتكلم على الميركاتو الشتوي لليوفنتوس موسم 2023 2024. ميركاتو جميل، انا شايف ان هو ادى الغرض بشكل كبير، واجمل ما فيه الصفقه الاخيره الغير متوقعه في 24 ساعه، كارلوس الكاراز. ويمكن قلت يعني رحلتي من حبة الكرز سافيتش الكرز يعني. فالمهم يعني النهارده بنتكلم على الميركاتو. بصراحه ميركاتو جميل، يمكن مش كتير ولكن حاجات كلها في الصميم. مش لازم هنتكلم بالترتيب، ولكن هنتكلم بترتيب الاهميه او من الاخر. يعني المهم ابرز الصفقات. كارلوس الكاراز اخر صفقه لليوفنتوس تمت، صفقة كبيرة من ساوثهامبتون. راجل يعني بيلعب في كل حتة في الملعب تقريبا، في الهجوم وفي خط الوسط. لعيب صغير في السن، احنا بنتكلم على واحد عنده 21 سنة. ارجنتيني طبعا، اخر مرة كان كارلوس وارجنتيني كان حاجة حكاية، فيا رب يكون نفس الموضوع. المفروض ان هو لاعب واعد حقيقي، ما تابعتوش، ما اعرفش في الدوري الانجليزي في ساوثهامبتون كان بيعمل ايه، ولكن الكلام كله ان هو لعيب واعد، ويعني ان شاء الله يكون فيه الخير. والولد يعني شكله مش متفائلين بيه ناس كتير، بس انا متفائل بيه، حاسس ان الولد ممكن يجي منه، وهنشوف اهم حاجة في الملعب معانا هيكون عامل ازاي. الصفقة الكبيرة الثانية كان تياجو ديالو، مدافع من ليل، يعني برضو دي صفقة مهمة جدا، والمدافع 23 سنة، صفقة مهمة في الدفاع، وخصوصا بعد خروج هويسن لروما، وخصوصا ان الصيف الجاي في الغالب كمان الكساندرو ماشي، فانت محتاج مدافعين. فيعني ربنا يستر. كمان كان في كلام على برامر ان مانشستر يونايتد في الصيف، ولكن ان شاء الله مش عايزين نسبق الاحداث، احنا بنتكلم على الميركاتو الشتوي حاليا. فتياجو ديالو برضو اضافه في الدفاع، وبرضو سنه صغير 23 سنه. وطبعا يعني في النقطتين دول لازم اتكلم على في نوعيه عقود جديده بقت من جون تولي في اليوفنتوس، عجباني جدا. يعني في نوعيه عقود جديده وتفاصيل جديده في العقود بقت حلوه، يمكن من ناحيه جون تولي. يعني احنا تياجو ديالو بنتكلم على ان هو ماضي 2.5 فقط، مع خيار لتمديد 2 اخرين من اليوفنتوس، يعني من جانب اليوفنتوس. فدي حاجه كويسه عشان ما نلبسش لعيبه زي اللي كنا بنلبسهم. اللعيب والله اجتهد وجيد، اليوفنتوس يقدر يفعل خيار الشراء من عنده بدل خيار الشراء اللي هو كان من عند الكساندرو. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن تفصيلة جديدة وحلوة ومهمة ان اليوفنتوس يقدر يجدد له 2 كمان من ناحيته، لو هو ابدع. لو ما كانش يبقى فضل في عقده قليل، ممكن يعني يبيعه او يتخلص منه، فدي حاجة الحمد لله كويسة. من ناحية تانية الكاراس، كان في كلام الاول ان الاعارة بتاعته يعني ممكن مع كل ما هو هيلعب سعر الشراء هيقل، ولكن الكلام يعني مش ده اللي تم في الاخر، او الله اعلم. دي حاجة يعني موجودة في العقد، مجرد في العقد الرسمي موجود ان هو اعارة، وحتى تقريبا مبلغ الاعارة هيدفع بعد يونيو تقريبا، والساوثهامبتون هم اللي هيتكفلوا براتب الكارز لحد نهايه الاعاره. فدي حاجه برضو جديده من اليوفنتوس. وكلام ان هو الصفقه مكتوب ان 49.5 الشراء، وممكن يزيد مع بعض الاهداف او تحقيق بعض الاهداف الرياضيه والشخصيه بالنسبه للكارز. فهنشوف الموضوع، ولكن ابتدى يكون في تفاصيل زياده في العقد على اساس يضمن حق اليوفنتوس وما نلبسش في لعيبه. فانا شايف الكلام ده جميل. من ضمن الصفقات الاخرى بقى، يعني مفيش اسماء كبيره، ولكن اسماء واضح ان هي للمستقبل، كلها اغلبها للنكست جن. يعني من اول بيدرو فيليبي، ده مدافع لبالميراس، واضح بنيته ان هو كبير عامل زي الحيطه كده، ولكن هو مدافع للنكست جن، جايز بعد كده يتم ترقيته للفيرست تيم، ولكن دي صفقه برضو من الصفقات اللي في الاخر. في اللي هو اتسيتش، فازيلي اتسيتش، ده لاعب خط وسط، ولكن هو لسه تمت اعارته. يعني احنا تعاقدنا، يمكن الصفقات دي ما تمش الاعلان معاها اتسيتش، لان هو يعني الصفقه دي هو تقريبا مضى ولسه لم يتم قيده، او يعني هو رجع تاني اعاره للنادي بتاعه. فيعني هو لاعب مغمور، ولكن في كلام ان هو راجل يعني تالنتد، او يعني عنده مهاره عاليه. وغير اتسيتش، الكلام على فرانشيسكو باريدو، ده بيتكلموا ان هو قنبله، ولد 16 سنه. يعني اتسيتش ده 17 سنه، وفيليبي بيدرو فيليبي ده تقريبا برضو 19 سنه، كلهم صغار في السن. ولكن فرانشيسكو باريدو ده بنتكلم على موهبه ارجنتينيه، بيتكلموا عليه ان هو الولد من ناشئين البوكا، يعني مدغدغ الدنيا، وولد يعني حريف، بيتكلموا عليه ان هو حاجه قنبله يعني. فهنشوف الموضوع ده. وسط هجومي رقم 10، 16 سنه، كلام ان هو ده يعني صفقه للمستقبل، هيكون قنبله المستقبل، فنتمنى ربنا ينفع بيه.
فبامانه ربنا ميركاتو شتوي مهم جدا اليوفنتوس. تقريبا في الخروج هو كان في رانوكيا تقريبا خرج لباليرمو، كنا مستنيين مويسكين حسبنا الله ونعم الوكيل لازق بغير رجع لنا، يعني البضاعه الفاسده رجعت لنا تاني، القرش الماسح رجع لنا تاني. طبعا هويسن كان خرج اعاره في بعض الحاجات بقى في النكست جن، يعني الحاجات الصغيره، ولكن ده المين وده الاساس، ده اللي يهم الفيرست تيم. يعني كارلوس الكاراز وتياجو ديالو دول المين، وانا شايف ان هم صفقتين مهمين لهذا الموسم، تدعيم اضافي لاليجري. نتمنى ان ربنا ينفعنا بيهم ويعني يفيدوا اليوفنتوس في صراعه على الدوري هذه السنه. ومين عارف، يعني انا قاعد اقول كارلوس الكاراز ده جايز يلعب في الماتش الانتر ويكون ليه دور، يا رب يكون الموضوع خير وربنا يسترها الماتش اللي جاي. بس كده دي خلاصة دردشة عن الميركاتو الشتوي لليوفنتوس 2023 24. الميركاتو قفل امبارح، ممكن يكون في بعض الحاجات بقى لدوريات اخرى في الخروج، ولكن ده ميركاتو الدخول بالنسبه لليوفنتوس، مفيش تاني. قبل ما بمشي بقول لكم بصوا على بقيه القوائم، هي مش بس قناه عن اليوفنتوس او عن الكالتشيو، لا في حاجات كتير كلام طبي وكلام عام وحاجات كتير بعيد عن الطب والكلام العام. فبصوا على القوائم، يا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع. ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. برضو قبل ما بمشي لازم اذكر نفسي ان احنا ما ننساش اهلنا واخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربيه، السودان، سوريا، كل المستضعفين في كل مكان، ان احنا ندعي لهم اقل ما يمكن ان نعمله. وما بنقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا يغفر لنا تقصيرنا. ربنا يدينا العمر والصحه، ونشوف بعض على خير سواء الحلقه الجايه او اللايف الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.